سد كريمة في منطقة زعير بالمغرب. أهمية وتاريخ سد كريمة. هو أحد السدود المهمة في منطقة زعير بالمغرب، تحديداً نواحي مدينة عين عودة. يعد السد من المصادر الأساسية التي تدعم الأنشطة الزراعية وتؤمن المياه للساكنة المحلية، حيث يشكل خزاناً لتجمع مياه الأمطار والأنهار الصغيرة، مما يلبي احتياجات المزارعين والمجتمع المحلي خلال فترات الجفاف. الأهمية المائية والزراعية. تلعب الزراعة دوراً مهماً في منطقة زعير، حيث يعتمد الفلاحون على المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير. يساعد سد كريمة في تزويدهم بالمياه اللازمة للري، خاصة في مواسم الأمطار التي تؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه السد. هذه المياه المخزنة تساهم في حماية الأراضي الزراعية من آثار الجفاف وتحسين الإنتاجية. التأثير البيئي. يعتبر سد كريمة جزءاً مهماً من النظام البيئي في منطقة زعير، حيث يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي. يحيط بالسد غطاء نباتي غني يشكل موطناً للطيور والحيوانات البرية، كما يعتبر بيئة ملائمة لمختلف أنواع الأسماك، مما يجعله وجهة مفضلة لهواة الصيد والاستمتاع بالطبيعة. السياحة والأنشطة الترفيهية. إضافة إلى دوره الزراعي، يعد سد كريمة وجهة سياحية مشهورة في المنطقة. يأتي الزوار من جميع أنحاء المغرب للاستمتاع بجمال الطبيعة وممارسة الأنشطة الترفيهية مثل التنزه وصيد الأسماك. توفر المناظر الطبيعية المحيطة بالسد جواً هادئاً ومريحاً، مما يجعله مكاناً مثالياً للتخييم وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. التحديات. رغم الفوائد التي يقدمها سد كريمة، إلا أنه يواجه تحديات عديدة، منها تغير المناخ الذي يؤثر على كميات الأمطار، وكذلك الاستخدام المكثف للمياه في الزراعة الذي قد يؤدي إلى استنزاف المياه. لذلك من الضروري وضع استراتيجيات فعالة للحفاظ على هذا المورد الحيوي. أما السد كريمة في منطقة زعير هو مثال حي على كيفية استغلال الموارد المائية بشكل مستدام لدعم الزراعة وحماية البيئة. إن استمرارية الحفاظ على السد وتطويره تعد أمراً ضرورياً لضمان استدامة الموارد المائية وتأمين مستقبل أفضل للساكنة المحلية.